لو انتوا عرسان وبتشطبوا شقتكم يبقى لازم تغلطوا الغلطات دي، واولها انكم توفروا فلوس. تعال اقول لك. تعال. طبعا انا مقدر قد ايه الحاجه غاليه، بس خلينا في الاول نفكر. انا لو وفرت النهارده اكيد هدفع الضعف بكره. النهارده هتشتري خامه على القد، وبالتالي عمرها وجودتها هتكون برضو على القد. واغلب البياعين عايزين يبيعوا خلاص من غير ما ينصحك او حتى يرشح لك الافضل، واحيانا بيخافوا انهم يتفهموا غلط، وممكن كمان يديك خامه ويقنعك بيها لمجرد ان سوقها واقف عنده، او ان الخامه فيها عيب وحضرتك كعميل اكيد مش هتلاحظها. وقيس على ده امثله كتير قوي. والغلط التاني انك تجيب صنايعي حد شكر لك فيه، او انك تجتهد ودور بقى براحتك. واللي غالبا اي غلط في شغله هيجيبه لك في الخامه، ولو هو اللي هيشتري الخامه الله اعلم بضميره. واكيد بتسال نفسك دلوقتي ايه الحل؟ الحل انك تتعامل مع شركه ليها اسم، وما تقولش لنفسك ان دي شركه السعر فيها يكون اغلى من باقي السوق، لان الكلام ده مش حقيقي. ولو في فرق فعلا هيكون بسيط، وبالفرق ده انت بتشتري جوده ومع التسليم. ولو عايز نساعدك ابعت لي رساله وهتواصل معاك.